اهلا بيكم حبايبي. لو بتحبوا الاكل البيتي يبقى مكانكم معايا هنا هتلاقوا وصفات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. انا اسماء سليم، وتابعوا الفيديو للاخر. ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض طريقه كبده فراخ بطريقه سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه جدا. اول حاجه هنجيب نص كيلو كبده فراخ. طبعا عشان نغسلها كويس هنحتاج نجيب ليمون ونجيب ملح. وهي الكبده الفراخ بتيجي معاها بتاع الفراخ. بيجي معاها الكبده، بيجي معاها القلوب. بنيجي نمسك القلوب نفتحها كويس ونطلع منها اي الدم اللي جواها تحت الحنفيه، وبعد كده بنروح ضايفين عليها الليمون والملح، ونوصل نركنهم لمده 10 دقايق. وبعد كده بنروح شاطفينهم وغسلينهم كويس قوي تحت ميه جاريه. وبعد كده بنسيبها تتصفى، وبعد كده بنكون احنا محضرين لها بقى تتبيله بسيطه جدا وجميله، او دي هتغير طعم الكبده نهائي، هتوديها في حته تانية خالص. هتجيبي بصلايه وسط وتبشريها وملح وفلفل، وهتروحي ضيفاهم على الكبده بعد ما تتصفى كويس جدا، وهتركنيها لمده ساعه قبل ما تحمريها. دي هتخلي طعم الكبده في حته تانية خالص وجميله جدا، ما شاء الله اللهم بارك. ولغايه بقى ما نركن الكبده شويه ونسيبها تتبل، احنا هنعمل مع بعض طريقه رز، اللي هو الرز اللي يسمى حبه وحبه او رزايه ورزايه، بطريقه جميله ومبسطه. مثلا انا عامله كوبايتين رز، هغسلهم كويس وهاخد منهم حوالي نص كوبايه رز، واروح ضايفه في حله معلقه سمنه على معلقه زيت، وهروح ضايفه النص كوبايه رز، وهسيبهم تتحمر كويس. ولازم تبقي بتقلبيهم كويس جدا عشان الرز كله يتقلب، يبقى بنفس اللون، ما يبقاش في رز واخد لون غامق وفي رز مش واخد رز لون غامق. بس كده. وبعد كده بعد ما ياخد اللون الجولد الحلو قوي، هتروحي ضايفه عليه بقيه الرز. وبرده معلومه ان الرز الحبه وحبه ما بيحتاجش ميه كتير. يعني انت مثلا عامله كوبايتين رز، بالكتير قوي هتحطي كوبايتين وربع ميه، مش هتزودي الميه جامد عشان ما يتعجنش منك. وكده اهو زي ما انت شايفه كده اهوت الرز خد لون. بعد كده بتروحي ضايفه عليه بقيه الرز وتسيبيهم، هيروح متشرب معاكي. ده احنا بننجز اهو. عقبال ما الكبده اتبلت تنسيبها شويه في التتبيله، بنكون احنا بنعمل الرز، وبكده نكون اكلتنا هتخلص كلها مع بعض في وقت واحد. وتروحي مقلباه زي ما انت شايفه كده، تاخديه تقليبتين كده معاكي، وتروحي ضايفه الملح. وبعد كده بتضيفي الميه اهوت بس كده، وتسيبيه يتشرب، وتروحي مغطيه ومغطيه عليه. وبعد بعد ما بيشرب الميه بتاعته ويستوي، اول ما تعريه ما تقلبهوش على طول، لا لازم تسيبيه بس ثانيتين كده يطلع البخار اللي جواه، عشان لما تيجي تقلبيه ما يتعجنش ويتكسر منك، وهتطلع معاكي احلى رز، وهيكون مفلفل وجميل وبالف هنا يا حبيبتي يا حبايبي. كده الرز خلص معانا. نرجع بقى للكبده. هنكون بنسخن حله جامد قوي قوي، وبعد كده هتروحي حاطه فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، وتغطيها لغايه ما تسخن كويس. وبعد كده اول حاجه تروحي حاطه، لما تيجي تنزلي الكبده ما تنزليش الكبده كلها مره واحده، لا نزليها واحده واحده، علشان ما تبرديش مره واحده السمنه والزيت، فالكبده تنزل الميه اللي جواها فتبقى زفره، وهتبقى طعمها مش حلو، ومش هتدي لون حلو من بره. زي ما انت شايفه السمنه لازم تبقى سخنه جامد جدا بس كده. وتروحي محمراها وما تقلبيهاش على طول، لا لما تحسي اللي هي يعني خدت لون كويس من تحت، عشان ما تهريش منك، لا اول ما تاخد لون كويس من تحت تروحي مقلباها كويس، تاخديها كذا تقليبه، تقلبيها على الناحيه التانية عشان برضو تاخد لون الناحيه التانية، وهتفضل جوسي معاكي من بره جميله ومقرمشه، ومن جوه تبقى جوسي. وتروحي حاطه، لو مثلا انت حاطه ملح وفلفل قليلين وقت التتبيله، بتزودي بقى الملح والفلفل بتاعك، طبعا ده حسب الرغبه. وبكده تكون اكلتنا خلصت. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب. ومع السلامه في اكله وفي وصفه جديده ان شاء الله.